السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو بالصلاة على سيدنا محمد. اليوم جيتكم موديل سهل ماهل، تخيطيه لميمتك، تخيطيه لعزوزتك، تخيطيه لروحك انتيا، لانه يتلبس هذا في كل الاعمار. القالون تاعو هذا الموديل هذا تاع الكروشي كما كنت تشوفيه في لا فيديو، شويه ريبون على حسب الذوق انتي واش راح نحبوا نزينو به. القماش راه متردين. انا هاد الخياطه اليوم راح نخيط موديل جابوا لي قيس تاع مرا، ما عنديش انا وقياساتها، عندي فقط جابوا لي قندوره تاعها. تبعوني باش انتي تجبدي قندورتك، قندوره ماماك، وتخيطي لها القندوره. اوكي حبيبه، شوفوا معايا هاي لا ليزير تاع القماش. نطبقوا القماش على 4 كيما راكم تشوفوا، هنا طبقناه على 4. هذيك اللي من الفوق جهة حاشية القماش اللي هنا دايما حاشية القماش حنا نعرفوها. درك نروح نجيب القيس نتاع هاد الزبونة، شوفي كيفاش غنحطو بهذا الشكل، نحطوه مع الحاشية قد من الجهة المغلقة، تحطيه هو تاني من الجهة المغلقة، الجناب نخلوهم على جنب الزايدين. بما انه انا القماش نتاعي استيكي، يعني راح نزيد حوالي صباع ماشي بزاف، لانه اصلا استيكي ما نخافوش منه، ماشي كي القماش. شوفوا معايا مليح، نزيدو بهذا الشكل، زدت من فوق حوالي 2 صباع ونكمل نخرج بصبع واحد. هنا قصيناه، نحيو هذا الطرف وتاع الطول، طبعا نحيت الطول اللي نحيت منه طرف، تكون فاهمكم تاع الطول هو اللي راح نديروه كمامات. كي تشرو قطيفه نتوما، انا درتو في القطيفه هذا الموديل جاي يهبل، يخرج رائع رائع. يعني من بعد كي نكمل لا فينيسيون ونكملوه نحط لكم لا فيديو في القطيفه وكيفاه يجي في الموديل هذا باش تفهموا عليا مليح. تسمى يلبس في كل اعمار، يتلبس حتى مع البنات صغار، يجي روعه. في القطيفه يكون زايد القماش، ماشي كيما البيزو هذا شحيح شويه. في القطيفه موالفه نفصلوا على 4 كيما راكم شفتوا، واللي يبقى من تحت تقلا العظيم، واللي يبقى من تحت نخرجوا كمامات يعني لي مونج. هنا شوفوا حطيت هزيت الرقبه نتاعها تكون شكل في، طبعا ها دائري في الفي. تقيسي دايما تحطي وتهزي القيس نفسه الاول. الرقبه تاع الظهر نتاعها راح نديروها صغيره، نزيد حوالي 4 صوابع بركة عرض او 5. فتحة الرقبة تكون 3 عادية جدا بسيطة. هذا الظهر لا ليبانس لا والو، هذا الموديل سهل جدو بسيط. شوفوا هذا اللي نحيته من الطول، هذا القماش اللي نحيته من الطول، نحاول نشوف له الشيت باش نزيدلو باش يجيني عريض. تعرفوا نساء شويه اللي يحبوا الحاجه العريضه، ما يحبوش الاستيكي والمحبوك كيما حنا. نحاول نصاوب الشيت اللي قاعد لي ونحط القياس نتاع الكم اللي عندنا ونشوفوا كيفاش راح يكون. راني قلت لكم هذا الموديل يجي تانا في القطيفه يجي روعه. شوفوا ها الجهه المغلقه حطيتها منه، ونشوفوا عرض الطابق نتاعها اي تقويرة الابط، ونشوفوا وين راح توصل. حوالي نزيد مامبا يعني صباع، مع صباع الخياطة نزيد 2 اصابع فقط. وتراسي باللاكخي يعني بالقلم وقصي. شوفي مليح، انا درته طبعا طويل. شفتوا شحال راح نزيد؟ حوالي يعني 2 صوابع فقط بهذا الشكل. شوفي مليح، يعني اليوم جيتكم موديل بسيط وحيلة يعني تحتاجوها دائما. ما نزيدوش منكم، ما نزيدوش في النص. شوفوا وين راح نزيد، حنزيد جهة وين تقويرة الابط فقط. شوفوا وين راح نزيد تما ما تبانش، كي نزيدوها تجينا من تحت وكل شيء ومش راح تبان. فهمتوني الزيادة كيفاش راح تكون هكا؟ فهمتوني هكا جهة عريض ومتسيسع وانا نخيطو براحتي. هنا حطيت لكم الكاميرا مقابله الخياطه، شوفوا معايا مليح. نقلبوا حوالي 1 سنتيمتر وخيطي الدائره نتاع الظهر نتاعك. سهله ماشي محتاجه نديرها سرجي وكل شيء، قاعدين نخيطوا في خياطه تاع ناس خفيفه، لبس ديار
سامبل حلوه وتجيكم بسيطه ان شاء الله تفهموا عليا. نزيد نجيب الرقبه، شوفوا معايا مليح كيفاش راح نقلبها الرقبه. مانيش راح نقلبها للجهه اللي من الداخل، لا راح نقلبها على برا. شوفوا مليح باش تجي الخدمه من الداخل لا فينيسيون تجي نظيفه. شوف كيف حيله بسيطه وتنفعك. دركا انا كي ندير كيما هكا، علاش؟ لاني عامله حسابي راح نحط فوقه هذاك الكالون، فهمتي عليا؟ تخرج يعني نظيفه من الداخل ومن برا. وفي نفس الوقت انا سامحوني تقصر لي كيفاش بديت وكل شيء، نحسب روحي كاميري ولا عيطولي وطفى ما انتبهتش. المهم شوفوا مليح، بديت من الحاشيه نتاع الرقبه اللي في الوسط ونزلت هكا حوالي 15 الى 20 سنتيمتر عملية الوسط نتاع الصدر وطلعت. ودرك نحاول نصاوب الخياطه، يعني نخيطها من الحاشيه. ونورمالمون ان شاء الله تكونوا فهمتوها. اسفه الطرف هذاك اللي بديتو حسبت روحي نصور والله غالب ما كنتش منتبهه للتليفون. بهذا الشكل. متر ونص تكفيك ماما هذا الواحد، يعني ليك رقبه ودراعين، هو يعني مترتين خير باش كنديروها عريض. انا شوفوا معايا طبقت على 4 باش نعمل تقويره البطن تاعها كيما قندوره وقيسها اللي هي تحب تلبسها، فاهمين عليا؟ كي قصتها بالمتر يبون جاتني حوالي 24 سنتيمتر فتحه. انتي ما خسره والو، ديري كيما درت انا جبت لكم طريقه تبعوها. كي نحكيو على المتخيبه ونحكيو بالقياسات نخدموا بالقياسات. اليوم قاعدين نخدموا بالقيس، يعني قندوره نتاع صاحبتها. هنايا زيد رجعت قبل ما نقفل القندوره تاعي نحاول ندير هكا بتيت بابيون نزين بيه هاد الرقبه. شوفوا مليح، احكموا البصل من تحت يكونوا مع بعض، هذا الوسط. وبعدين انتي شوفوا نحطوا لها حبه ليبير ولا نحطوا لها ورده ولا مهم حاجه بسيطه، يعني نزينوا لها الرقبه ما نخلوهاش يعني شويه سامبل مع انها انيقه جدا. وصدقوني هذا الموديل راهي تلبس لكل الاعمار. درك من بعد نحط لكم في القطيفه زيد تشوفوه كيفاش. صدقوني هاي الحلو يتلبس لكل الاعمار. وهذا القالون ماشي غالي، متر تاعو 8000 10000، يعني حلو وعنده شعر حلو وما يفسدش. اغسليه وردي. تابعوا معايا مليح. انا دايما هذا الطرف الريبون تاعي نحب يعني نغليزيه بهذا الشكل. هنا نروح نقفل لنا القندوره تاعي، نحكم حوالي صباع برك، ما زدناش بزاف. وزيد عملوا حسابنا القماش راهو مطات، ما نخافوش من قندورتنا. انتبهوا معايا مليح. بعد ما كملنا القندوره قفلناها، شوفوا هذوكم لي مونش اللي كنا ملقمينهم نقفلوا جهه الوسط تكون هي الاولى، ثم نفتحوه نزيدوا الطرف القطعه من القطعه تاني احنا عملناهم باش نزيدوهم لي مونش في زوز. ونشوفوا هنا هي الجهه اللي درناها الضيقه والجهه الواسعه راح تكون تحت التقويره الابط قد يعني وين التابق، وهذه كتكون وين الذراع من تحت اللي هي تكون صغيره. خيطنا هذيك زيد نخيطوا الكوتي هذا. شوفوا معايا مليح. وهنا كيف كيما درت في الرقبه من الامام راح نقلب للداخل، مانيش نقلبوا لبرا، نقلبوا للداخل باش يقعد لي من الداخل مفيني ونظيف هكا. ما تحتاجوا لا سرجي لا حد شي. سرتو نحكي انا اليوم قاعدين نديروا البنات والناس اللي راهم عندهم مجرد ماشينه صغيره ويحبوا يخيطوا حاجه نظيفه، فاهمين عليا؟ فبا نقولها انا سرجي وما عندهمش سرجي.
فوالا شوف كيفاش راح نحطو دركا، نحطوه فوق الخياطه اللي درناها. تزيدي لو بوان تاع الماشينه تاعك، ديريها 4 ولا 4 ملاحه 4 باش يجرب لك فوقه ما يجبس كذا وشويه يلصق فيه. خيطيها خياطه واحده، مش حتى متخيطيها 2 خياطات، خياطه واحده تكفي. تقطعي وتطبقي هكا، تثنيها، طبقيه طبيقه رقيقه صغيره خلا وتقلبيه. شوفي مليح، ندير البوان داغي وين النهايه كيما هاك. طبقيها فوق منها بعد. شوفي باش يخرج من هذا الشكل. نروحو دركا نكمل الثاني ونقفل الفستان تاعنا ونشوفوه كيفاش خرج. فستان فضفاض حلو تلبسيه في الدار ما شاء الله. كي نعملوه سيغتاي قطيفه يحبوها سيغتاي كيف حطي قندوره قدك ترتاحي فيها كتكون هكا سيغتاي. والقطيفه وهذا الموديل ما يجيش فيه لي بانس، يعني سهل ماهل صدقيني. نص ساعه كملت، نص ساعه تكمليها. الموديل ان شاء الله يكون عجبكم. دركا نروح انا نحط لكم تشوفوا الموديل كي نديروه في القطيفه تاعنا كيفاش راح يكون. نشوفوه مع بعضنا كيما راكم تشوفوا فيه في الصوره. يخرج روعه انا في القطيف. عليه قلت لكم هذا الموديل احفظوه، راكم تحتاجوه وتلبسوه في الدار ويجي لكل الاعمار، صدقوني يجي لكل الاعمار. البنات اكيد ما يديروها زانتخي وين دورة الصدر ودورة الحزام. احنا هذا تلبسوا هكا، يعني مرا تاع 50 وكذا جهة يحبوا الحاجة الفضفاضة شوية يدوروا بها في الدار. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون خفيف ظريف الفيديو تاع اليوم. وموديل راه خفيف ظريف ما حبيتش نبخلكم فيه. بديت نخيط وقلت نو هذا والله ندير لهم عليهم فيديو يحتاجوه. كيما انايا ديما ندير واحد الحيله هذا الموديل بس احتاجتو درتو الناس ياسر، درتو في القطيفه عجبهم، درتو سورتو هذا الكالون صدقوني. وكاينه دي كالون اخرين كحلوين ان شاء الله يعجبوكم. وما بقى لي غير نقول لكم باي وما تنسوش تعليقاتكم ونخليكم مع لي موديل كيما وعدتكم. ونبقى لي غير نقول لكم باي.